اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الصحة فطاركم إلا كنتو توفيا في الفطار، والصحة سحوركم إلا كنتو توفيا في السحور. عرفتوا هذه شايرة الوصفة تاع نهار اليوم، شايرة البقلاوة، يعني الحلوى الثالثة تاعي هي البقلاوة كما راكم تشوفوا فيها ناجحة 100% وسهلة وبلا سمن. ما عليكم غير تكثروني ليجان، واللي دخل اول مره للقناه نرحب به يدخل باش يشترك باش يدخل كل جديد. وكما راكم تشوفوا، شوفوا لي التحسال، شوفوا لي التقرميش، شوفوا الله على هاد البقلاوه، يعني ناجحه وراني فرحانه بها ونتمنى تجربوها باش تعرفوا بنتها طراوتها تقنميشها، يعني روعه. ودائما انا نبغي نتقاسم معكم، يعني تقاسمت معكم كل شيء. ما عليكم غير الشيرة تدعموني باش نزيد نحط لكم وصفات واحده اخرين كما راكم تشوفوا. اصدقوني، وكانت تزيين خفيفه زعما تقولوا هكا ولا هكا. نروحوا مع المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت، تبعوني الشيرات. بالنسبه للمقادير غادي نديرو في الريسيبي ولا في جفنه، يعني احنا نقولوا لها قصعه. هذه ما تساعدش. نديرو 3 كيسان ونص تاع الفرينه. انا الكاس اللي استخدمته كاع عندكم نتوما، انا والمول اللي درته، يعني البلا اللي درته 23 على 23. نتوما الا كان عندكم بلا كبير ديروا الكيله كبيره. لافاني قرصه تاع الملح ونص كيله تاع المايزينا، يعني درت 3 كيلات فرينه ونص كيله مايزينا. قرصه ملح ولافاني نخلطوا جيدا. وهنا شيلات اهم شيء، ما غاديش نديروها بالسمن كما تعرفوا، السمن يقهم شوي. غادي نديرها لكم بالزبده. انا نستخدم صول. الصول تاني تجيني بنينه، يعني نتوما الا عندكم ماني استخدموا ديما كيما تبغوا نتوما. نديرو كيله ناقص الصبع تاع ليدام اللي هو زيت عندكم. شنو نقول لكم، راني صايمه طاب الصح، اللي هي زبده. حنا نقولوا لها الدهان وهي اصلا مكتوبه دهان. ايوا كاين اللي ما يفهمش الدهان شواله. نص كيل ناقصه كيله ناقصه صبع تاع الزبده. نبسوها غايه شيرات. انا ما نجمش نصور بهذه الجهه، على بها قلبت الجهه الاخرى. المهم نحبكوها هكا كما راكم تشوفوا. نورمالمون ما نسيت لكم والو، لا ما نسيتكم والو، ما تخموش. من بعد نجيبو كاس تاع الماء، يعني الكيله تاع الماء. نديرو حبه تاع البيض في الوسط. شيلات هنا ملاحظه، الحبه تاع البيض لازم تفرغوا عليها الماء عاد باش تخلطوا المكونات. لا خلطتو كيما هكا غادي تجيكم العجينه فيها لي غرومو وماشي شابه. من تحلوها تتقطع لكم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. انا البيضه حبه تاع البيض حليتها بالماء كيما شفتوها حتى ما تحلها غايه. هيا كملوا بدو تلموا. من بعد انا درت عطر الماء زهر. نتوما ما عندكمش عطر الماء زهر، انايا ما درتش الماء زهر، درت عطر الماء زهر ولميت بالماء. ما عندكمش عطر الماء زهر ديروا نص كيله ماء زهر، نص كيله ماء. من بعد نبداو نلمو كيما غادي تشوفوا حتى نتخلطوا العجينه الطريه. انا دات لي كيله ناقصها ربع تاع الماء، بقى لي ربع تاع الماء. المهم نديرو نعجنوها عادي في بلاتي. كنت بنحط لكم واحد الكاطو، دوك نحطها لكم ورا هذا الفيديو. هي قلت لا نروح ندير لهم بقلاوه. قال لي ما درتش البقلاوه يديرها هنايا باش تعرفوا لاباس باللي راهي مليحه. نكوروها كيما هكا، من نقطعوها تتقطع عادي. شوفوا لي طريه تنخدم غايه. نلموها ونديروها في ساشي نخلوها تريح. بعد نروح نخدموا هذاك الحشو. انا درت 3 كيلات، يعني ما قبل درت 2 كيلات ودرت 3 كيلات تاع كاوكاو يكون مقبل كيما هكا بنفس الكيله لافاني. نديرو باش يخرج لنا الحشو معسل. نديرو نجيبو نص كيله تاع السكر نطحنوها، يعني في الاشوار نطحنوها عاد باش نستخدموها. ما لازمش نستخدموها وهي كريستاليزي، يعني سكر كريستاليزي. نطحنوه الا بقى فيها شويه تاع حبيبات عادي. من بعد نديرو مغرف تاع اليدام كبيره ونبداو وندير. انا درت عطر تاع الماء زهر وزدت لميت في ثلثه بالماء زهر تاني. يعني الحشو ما لازمش تشمخوه، الا شمختوه غادي يخرج لكم وينحرق لكم. هذه ثاني كملاحظه ثانيه ولا ثالثه والله ما على بالي. المهم كما راكم تشوفوا فيه يجي مفتول. انا سرعت لكم الفيديو خاطر الفيديو كان طويل بزاف. من بعد ما ريحه تشوفوا لي لاباس الله عليها الله يبارك.
ان شاء الله كاع تنجحوا فيها. وانا ما نحطش وصفه وما نكونش عارفه بلي تنجحوا فيها. نقسموها، شوفوا شي دايره فيها الفرطوطه هذه فيها رايحه، يعني قعدت كل فيديو نخدمها بلا بريسيون. المهم شنديرو، نروحو نقطعوها الى 12 كريه، درت 6 من تحت و6 من الفوق. نتوما جاتكم 6 من تحت و7 من الفوق عادي نورمال، جاتكم 4 من تحت عادي نورمال. من بعد نبداو نحلو بهذه الطريقه، ولازم نديروهم في ساشيه. من بعد نحلو الاولى نديرو عليها المايزينا، من بعد نحلو الزوجه ونديرو عليها المايزينا الثالثه ونديرو عليها المايزينا بهذه الطريقه. من بعد من نكملو كاع نحلو هذيك العجينه سهله مهله. شفتوا هنا الشيرات قلت لكم الحشو انا درت 3 كيسان مقبنين بنفس الكيله، راني نقول لكم مقبنين كيما شفتوهم. لافاني، عطر المزهر، ومغرف زبده، فتلته برك، والسكر طحنته في الاشوار. لازم تطحنوه في الاشوار باش يعطيكم نتيجه مليحه ويعطيكم حشو معسل وقلبه معسل هكا كيما وريتها لكم في الفيديو. من بعد نبداو نحلو كيما راكم تشوفوا، نحطوا شتو رفتها قدامكم ما تقطعت ما والو، حرزوا بلا تقولوا لي تقطعت ولا. ايا كل بين كل طبقه نديرو الدهان يعني الزبده الدايبه. من بعد والطبقه الاخيره عليها ونديروا الحشو، ما نديروش فيها الزبده، حرزوا ما نديروش فيها الزبده هذيك التاليه باش الحشو يلصق في العجينه. من بعد نقلبوا الحشو ونديروه، ما لازمش نديروا جهه مايله وجهه خشينه تاني يضحكوا عليكم في العيد. هاي ما بغيتش انا حباباتي واخواتاتي يضحكوا عليهم في العيد. المهم نعاودوا الطريقه، يعني نعاودوا هذوك 6 حبات اللي من الفوق بنفس الطريقه الاولى. يعني حليت درت المايزينا، بعد زدت حليت درت فوقها المايزينا اختها كيما هكا بنفس الطريقه. من بعد نبداو نحلو كيما راكم تشوفوا، يعني تترفد فاصيل مو عادي، ما تخافوها ما والو، ما لازمش تدخلوا لها الهواء، ولا دخلتوا لها الهواء كيغضوا ولا خدمي تقبوها يخرج هذاك الهواء عادي باش تقطعوها. ايوا فهموني. من بعد نديروا الزبده، يعني من كل طبقه وطبقه نديروا الزبده عادي. يعني هنا الزبده اللي ما درناش الزبده في الطبقه اللي كنا باغيين ندير فيها الحشو، هذا مكان. شيرة تعرفي بنتي البارح الله تبكي 3 سوايع هي تبكي، والله ما عرفتش مالها. قعدت رفدتها على بالكم قيساش كملت هاد البقلاوه يا حسره، كملتها 6:30 تاع الصباح. على بالكم من قيساش بديتها، صدقوني تما راني تصور الفيديوهات تشيطني وتليطني. المهم من بعد الاخيره كما راكم تشوفوا قطعت. نديروا هذه الطريقه تاع الخدمي كيما هكا. من بعد نجيبوا الطابع تاع المقرود، على بالي بلي كاع عندكم طابع تاع المقرود وكاع ديروا المقرود. المهم هذا اللي غادي نقطع به، نطراسي به ماشي نقطع، انا طراسيت باش ما يخرجوليش وحده سمينه وحده رقيقه وحده راكم عارفين. واللي عندها مول تاع مربع دير بالمول مربع. شوفوا لي العجينه. وهنا شيرات ملاحظه واحده اخرى، قبل ما تقطعوها خلوها تريح واحد 10 دقائق باش مين تجوا تقطعوها ما طيرش. المهم نبداو نقطعو، نديرو الطول والعرض نبداو نقطعو. نقطعو هكا. من بعد ندهنوها من الفوق، وراني نحمي الكوشه على نار متوسط يعني عاليه. من بعد نقصوها ونطيبوها من تحت. انا نسيت باش نوريكم كي طابت لي من تحت، تعرفوا طابت لي واحد الكولير كي شابه. المهم معليش نتوما ان شاء الله تخرج لكم لي بصح تبعوا المقادير وتبعوا الطريقه باش تنجحوا. هنايا ثقبتها باش ما يطلع ليش هذاك لاباط تطلع لي. من بعد ندهنوها. وهنايا بعد ما طابت ديريكت رحت خففت الحسل بالخط، كان عندي ثقيل بزاف خففتها بالمازهر وهي حاميه، والحسل كان بارد سقيتها وخليتها ليله كامله. والتزيين ساهل ماهل كيما تبغوا نتوما، كيما تبغوا. بغيتو تخلوها هكا خلوها هكا نورمال عادي كلشي ممكن. وهنايا وصلت لاخر الفيديو والوصفه راهي جاهزه معايا ماليه. غنقول لكم جربوها والله ما تندموا عليها. اني نقول لكم جربوها تروح عليكم بارتي انا ما جربتوهاش. شوفوا لي خليتها بعد الليله وزينتها بهذا التزيين اللي كان عندي شويه منه وشويه منه، وانا قضيت الافير. حسبتها ونسيت شحال والله اللي نسيت.
معليش، المهم جربوا هاد الشيرات، راني نقول لكم حرزوا تراطو. صح اللي ما جربهاش هاد الخطا يجربها مورا